العساكر كيرجعوا بتعادل صعب امام مانيما الكونغولي في المباراه اللي تقام بملعب الشهداء بكينشاسا. ملعب لا يليق بتاتا بلاعب كره القدم. ما عرفناش كيفاش الكاف كيأهل هذا النوع من الملاعب. المهم لك الله يا ماما افريقيا. ندوزو دابا للمباراه. تعرف التقدم مبكر نوعا ما لفائده مانيما بهدف في الدقيقه 37. خطا فادح في التغطيه من ايتور خان اللي خلى المهاجم يسبقوا الكره في القائم الاول. صراحه فريق الجيش الملكي كان خصو يضغط ويحسم المقابله في النصف ساعه الاولى. العساكر كان عندهم مشكل في وسط الميدان. لمسه حريمات كانت مفقوده. في الشوط الثاني دخول قائد ربيع حريمات دينامو والمهندس في وسط ميدان الفريق العسكري وبتمريره رائعه منه بالكعب غيجي هدف التعادل عن طريق كارنيرو في الدقيقه 62. هنا قلنا صافي فريق الجيش غيسجل هدف الفوز، ولكن غيظهر مشكل العياء واللياقه البدنيه عند بعض اللاعبين كحمودان والزحزوح الذي لا يلام واللي ما لعبش في المركز ديالو الحقيقي كصانع العاب وراء المهاجمين. عموما نتيجه ايجابيه للفريق العسكري واللي حافظ بها على بلاصتو في الصداره برصيد 5 نقاط، وبهكا كيواصل مسيرته القويه في البطوله القاريه وكيعزز الامال ديالو في